يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. انا جايه لكم ووشي منكم في الارض، مش عارفه اعمل ايه ولا اقول ايه، ومحروجه منكم جدا جدا. اكيد انتوا عارفين السبب، الفيديو نزل متاخر جدا وبعد ما العيد خلص. مش عارفه والله هو بعد العيد بيتفتي كحك ولا ايه يا مهمه، بس مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. بص اقول لكم الاول الحاجات دي وبعدين نكمل كلام. الحاجات دي بقى اللي هنستخدمها كده كان يوم العيد الصبح. انا لبست خلاص العبايه بقى بتاعتي والمفروض ان انا كنت اصورها لكم قبل ما البسها، بس انا نسيت اصلا وما افتكرتش اصورها الا بعد ما لبستها. المهم، روحي بقى الاول كوافير كده، غيري لون شعرك. اعملي ماسكات لوشك، ظبطي نفسك برضو، لان احنا طول الشهر بتاع رمضان مفحوتين في المطبخ. تمام، يعني نروق على نفسنا بقى، ملناش نفس يعني كده نروق على نفسنا، نغير لون شعرنا، الحاجات دي. انا عن نفسي عملت كده، رحت الكوافير وغيرت لون شعري. يلا، برضو كده لما يكون جاي عليك عيد ولا جاي عليكم مناسبة حلوة او من غير اي حاجة، تكون حاسة ان انتي متضايقة او جواكي مش مبسوط، غيروا لون شعرك هتحسي بفرق جامد والله. هنا كده انا كنت بصور لكم اللبس بتاع الولاد، عايزه اقول لكم ان هو ده ذوقهم وما مش ذوقي ولا ذوق باباهم. هم اختاروا وباباهم دفع بس الفلوس، يعني هو ما اداش رايه حتى فيهم. ليه بقى؟ هم لما بنجيب لهم حاجه على مزاجنا يقول لك ماشي حلوه جميله، ومسافه ما بندخل البيت خلاص بتتركن في الدولاب وما بتتلبس، ما بيحطهمش على جسمهم نهائي. فخلاص بقى هي مش فلوس تترمى في الدولاب وحرام، لا بعد كده مشينا بالمبدأ ده، اللي هم ينقوه خلاص هنجيبه لهم. جبنا لهم طقم خروج وطقم بيتي مكون من 4 قطع وكوتشيات جديدة وسليبرات جديدة. نحسسهم برضو بطعم العيد وكده، لأن هو العيد بالنسبة لهم هم قبلنا، فاهمين؟ احنا ياما جنة، احنا نجيب بقى للعيال. ونبدأ بقى نظبط كده، كنت جايبة شوية شوكولاتة محترمين كده. بدأت أحط من كل حاجة جبتها في البونبونير. تمام. بصي بقى، هاتي انتي على قد مقدرتك، يعني مش شرط تجيبي كل الأنواع، تجيبي اللي انتي قادرة تجيبيه، فرح بس العيال وخلاص. جبت بقى كل اللي انا جبته، بقيت احط منهم كده، بحيث ان هي يبقى فيها كل حاجه. عايزه اقول لكم ان دي خلصت النوع ده خلص، وده كمان. يعني اللي هو كنا بنتخانق عليه، العيال بتتخانق عليه، ده حلو هاتي من ده وهاتي لي كمان من دي يا ماما وكده. المهم جبنا كذا نوع كده وبقيت عايزه احط في البونبونيره كل حاجه موجوده، لان انا لما بسيبهم يختاروا هما بيختاروا اللي بيحبوه وبعد كده بيسيبوا الباقي. لا انا بحط كله في البونبونيره بحيث ان هما ياكلوا من كل الموجود، مش ينقوا ويسيبوا الباقي، فاهمين ازاي؟ يعني هو ده الموجود فكلوا منه. وجبت الكحك والبسكوت كده وحطيتهم في طبق كبير عشان احط عليهم السكر البودر الاول، وبعدين انقلهم في طبق التقديم على طول. فاهميني؟ عشان ما احطش السكر البودر في طبق التقديم ويوقع ويبقى شكله مش كويس يعني. عايزه اقولك لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي فيها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه، وكمان عشان عائلتنا تكبر بيكم. واحب ارحب بكل حبايب الجداد اللي بينضموا للقناه واقول لكم شرفتوني ونورتوني، واقول لكل حبايبي واصحابي برضو اللي معايا في القناه شرفتوني ونورتوني. وجودكم كلكم فوق على راسي. وجبت طبق كده حطيت عليه الكحك والبسكوت والبوتفور والغريبه وكله. عايزه اقول لكم ان انا وانا كنت بجيب الشوكولاته وبجيب شويه حاجات كانت للعيد وكده وانا بره، جبت شيال للكحك وانكسر مني قبل ما احط فيه الكحك. يعني انا بطلعه كده من الكرتونه بتاعته وحاجته كده، وبعد ما ركبته وقع مني انكسر في الارض، وقلت بقدر الله ما شاء فعل، كويس ان هي جت في حاجه زي دي وخد الشر وراح، ولادي بخير الحمد لله، فاهميني اقصد ايه؟ فما تزعلوش على اي حاجه. اما انا عندي واحد اساسا تاني قديم بس هو معوج، فمش هينفع اطلع فيه، يعني اي هزه فيه يمين شمال هيقوم وقع اللي فيه كله. فقلت على ايه الطبق ما اثرش في اي حاجه وشكله جميل ولطيف وحلو. وبدات بقى انظم الترابيزه بتاعتي كده واحط الموجود عندي عليها، اللي حابب حاجه ياكلها، اللي حابب يشرب حاجه يشربها كده يا بنات. وبقى عايزه اقول لكم بقى ان انا متاخره في الفيديو عشان انتوا عارفين ان كان في عيد، وكنت بتخرجي وكنت بيجيلك ضيوف وبيجيلك ناس، ومش عارفه اقعد اعمل مونتاج للفيديو خالص. غير ان انا كان عندي تنظيفات قبل العيد، فكنت تعبانه كمان، يعني كنت تعبانه جدا، فما قدرتش اعمل مونتاج للفيديو. فانا بعتذر لكم برضو ان الفيديو نزل متاخر وسامحوني في دي. تمام كده. وجبت بقى اطباق كده والشوك، وطبعا الحاجات دي طلعتها غسلتها كلها الاول لان ما كنتش بستخدم كل الحاجات دي مره واحده. كاسات يعني والاطباق والحاجات دي، فخلاص بقى
قبل ما استخدم الحاجة اغسلها واسيبها تصفي ميتها كده، عشان يكون الحاجة محطوطة فيها ابقى عارفة انها نظيفة مش مطربة ولا فيها حاجة. تمام. عايزة اقول لكم، اما تيجوا تجيبوا حلويات ما تجيبوش الكمية كلها على بعضها في طبق واحد، يعني حاولوا تخلوا يبقى فيه كذا طبق. ليه بقى؟ مش وانتوا بتشتريها اصلا من محل الحلويات، لان الطبق اللي بيتفتح بينشف، فاهميني؟ فانا كان معايا طبق تاني وخلص، وكان فاضل فيه كام حته كده، حطيتهم في طبق تاني في جنبي كده، وفتحت الطبق ده معاكم كده وانا كنت بوريهولكم. حاولت اطلع الحاجات تكون فيها من بعضها، يعني الشوك ذهبي، كاسات ذهبي، الصواني فيها ذهبي. حاولت انسق كده الالوان مع بعض واعمل لهم جو حلو كده. وزي ما بعمل لبيتي برضو، ضيوفي لما بيجوا مش ببخل بحاجة، والحاجة الموجودة عندي تطلع للكل. كل سنة وانتم طيبين يا بنات. وعارفة ان انا متأخرة عليكم اوي، بس اعذروني وسامحوني. بدأت زي ما انتم شايفين كده، احط بقى اللي محتاجة حاجة ياكلها، واللي مش عايز براحته، يعني اللي حابب حاجة. تمام. وده كان شكل الترابيزة بتاعتي. عايزة اقول لكم بقى ان انا عملت كمان محشي، وكمان كان عندي فسيخ. يعني في جماعة عايزين ياكلوا فسيخ، وفي جماعة عايزين ياكلوا محشي. وطبعا احنا طالعين من رمضان نفسنا في اي حاجة حرشة مالحة بقى كده. و... وده شكل الفسيخ معايا، وكان شكله اكبر من كده، مش عارفة الكاميرا ظلمة ليه. فانا بقى عشان احافظ على النظافة اللي انا عاملاها اصلا قبل العيد في الشقة، فانا مش هعمل اللي انا بعمله ده. انا بقول لكم مش هعمل كده. انا هخليه، جبت صينية كده وقعدت على الارض، وقلت هخليه واحطه في طبق، اللي محتاج هياخد من الطبق ده ياكل، واللي عايز محشي هعمل له محشي. لازما كده يا بنات ننتخ يومين العيد كده، يعني احنا طالعين اصلا من رمضان اخر يومين منضفين بقى الشقة وغاسلين سجادنا ومفحوطين فحطة محترمة. فنحاول بقى نريح نفسنا ونبقى الحاجات جاهزة كده. انا كنت عاملة محشي ليلة الوقفة على بيات كده، مش على بيات قوي يعني، بنحشيه في السهرة اكننا هنسحر يعني كده. وتحطيه في التلاجة وهتصحي الصبح تعمليه. بوريكم ان الفسيخ حلو. انا بحب الفسيخ. مين بيحب الفسيخ يا بنات؟ بدأت بقى اشيله كده واخليه بالراحة كده بالمعلقة، واحط بقى في علبة جنبي كده بغطا، اللي هي العلب مش بلاستيك، اللي هي الشفافة دي، ايوه دي. وجهزته للي محتاج منه ياكل، بحيث ان انا افضل محافظة على نظافة الشقة. وطبعا ما عملتش الفسيخ اول يوم العيد كده والناس جايه وراحه عشان ريحه الشقه، لا استنيت لما الدنيا هدت خالص وما عادش كده، وبدات ايه اعمله عشان ما يبقاش ريحته في الشقه. فاهمين؟ احنا في عيد وكده لازم ريحه الشقه تكون حلو. وكمان عامله لهم محشي، اللي حب ده اكل واللي حب ده اكل. بس طبعا انتوا عارفين بقى، انا باخد لكم مقتطفات كده بسيطه من العيد، لان طبعا مش كمان في العيد هقعد اصور كل حاجه. فاهميني يا بنات؟ عايزه اقول لكم ايه بقى، بتيجي بقى يوم العيد تكوني بقى مظبطه عامله ماسكاتك و... وتنظيف البشره وكل حاجه بقى، وتبداي تجيبي الروايح الحلوه اللي انت بتحبيها، سواء لوشن او الشاور او البرفيوم او اي حاجه انت بتحبيها. وهنا يكون الفيديو بتاعي خلص معاكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما، واسيب لكم لقطات من صلاة العيد تشوفوها وتستمتعوا بيها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم يا بنات، عشان عيلتنا تكبر، عيلتنا تكبر بيكم. والمنظر بتاع صلاة العيد كان جميل قوي، وهم عاملين الاكياس البلالين الكبيرة فوق ديت وبيفضوها على الاطفال وعلى الكبار عشان يبسطوهم.